السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. في بداية الفيديو بطلب من كل المتابعين الدعاء من كل قلوبكم بالنصر لإخواتنا وولادنا ورجالتنا في فلسطين على الكيان الصهيوني الغاشم. إن شاء الله ربنا يثبت قلوبهم ويثبت أقدامهم، وإن شاء الله النصر حليف كل ما هو عربي صاحب حق صاحب قضية على الاستعمار الغاشم إن شاء الله. وبإذن الله يتم تحرير المسجد الأقصى من يد هؤلاء الملاعين أبناء الكردة والخنازير. ففي دي في البداية. بعد كده النهاردة كان في مباراة بين فريق النادي الأهلي أبطال الكرة المصرية والعربية والشرق أوسطية والإفريقية أمام فريق الإسماعيلي، اللي انتهت بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد لفريق الإسماعيلي. أحرزه في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تراخي من بعض لاعيبة الدفاع الأهلي، ولكن في المحصلة الأهلي حصل على ثلاث نقاط غالية ومهمة في مشواره للدوري، رغم أن هذه هي تاني خطوة للأهلي في الدوري. انتزع ثلاث نقاط عن جدارة من الفريق العنيد المنافس العنيد نظرا للتاريخ القديم ما بين الفرقتين. استطاع الأهلي كالعادة أن يواصل انتصاراته على فريق الإسماعيلي اللي لم ينتصر على الأهلي منذ 2010. بقاله من 2010 ما فاز على الأهلي. إن شاء الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. شفنا النهارده التناغم والتوافق الفكري والذهني والحرفي بين لعيبه الاهلي، وخاصه امام عاشور و علي معلول وحسين الشحات. شفنا النهارده امام عاشور ابننا امام عاشور، ربنا يشفيه يا رب ويعفو عنه، وهنطمن عليه ان شاء الله. يعني هنحاول نعمل اتصالات بالجهاز الطبي في النادي الاهلي ونطمن على الاصابه بالظبط. واللهم لا حسد، ما هي العين صابت الولد، لان الولد بسم الله ما شاء الله يقدم ما لم يقدمه في فريق الزمالك على مدار كام موسم، بيقدمه في بعض المباريات، وما كان سيأتي كان أقوى وأقوى وأقوى، وبأمر الله هيكمل مسيرته وتكون هذه الإصابة إصابة بسيطة إن شاء الله، ويعود إلى الملاعب مرة أخرى ليجعل للملعب شكل ولون وطعم، والآهات ترجع تاني تطلع من قلوبنا. شفنا كعب فوق الرائع فوق الرائع في الهدف الاول لما عمل الكرة بكعبه لحسين الشحات اللي لقى نفسه قدام الجون، ركنها جت في القايم ورجعت لبيرسي تاو اللي مفيش كلام، شمع يا معلم الهدف الاول. شفنا التمكن والسيطرة والتحكم في الكرة من امام عاشور، ربنا يا رب يحميه ويحرسه ويزيده براعة في اللعب. شفنا النهارده حسين الشحات بأسيست عالمي عالمي من كوكا ليحرز الهدف الثاني. شفنا طاهر محمد طاهر من القلائل، من المباريات القليلة اللي يظهر فيها طاهر محمد طاهر مركز في الاستلام والتسلم واللعب بأسيست جميل، تعدي أنطونيو موديست لتلاقي وش رجل بيرسي تاو في أقصى اليمين، يمين الحارس، ليحرز الهدف الثالث. نقضي على الأحلام الإسماعيلوية ونعصر المانجا بكل أنواعها. كل أنواع المانجا النهاردة اتعصرت واتقطعت قطع وبقت جاهزة للشرب وسريعة الهضم عند لاعيبة الأهلي كعاداتهم طبعا. وده شيء مش مستغرب ولا مستبعد. احنا عارفين ان فريق الاسماعيلي ده احنا بنعتبره المباراة بتاعته بنعتبرها تمرين او تدريب
عملي كده لأي مباراة، يعني المباراة الأفريقية مثلا بتاعت سيمبا التنزاني. يعني انت عارف لما الملاكم بيجيب واحد يتدرب فيه يفضل يضرب فيه عشان المباريات. اه، واحنا كده بنجيب الاسماعيلي عشان نروقه ونظبطه، ويرجع جمهوره يا عيني يجر ذيول الهزيمة، كما تجر الصهاينة الملاعين ذيول الهزيمة. وإن شاء الله أكتر وأكتر ومزيد من الذل والعار للصهاينة الملاعين إن شاء الله، ومزيد من الانتصارات والفرحة والتقدم لأولادنا في فلسطين والفصائل المشتبكة في معركة الشرف والعزة والكرامة. إن شاء الله رب العالمين ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم ويفتح على أيديهم المسجد الأقصى إن شاء الله رب العالمين. ولسه وأنا بصور الفيديو ده شفت شريط كده بيقولوا إن في أمريكا بعت حاملة طائرات. والله قلبي انشرح، والله قلبي انشرح، ما اتقبضتش ولا خفت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد كسر أنف الأمريكان والإسرائيليين معا، وبإذن الله هذه المدمرة لن تعود من على السواحل العربية إلى أمريكا مرة أخرى. بإذن الله سيتم تدميرها بطائراتها المحمولة عليها إن شاء الله، بفرقها الأمريكية بإذن الله رب العالمين. لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد النصر والعزة للعرب، مش هقول للمسلمين بس، لأن إحنا العرب مسلمين ومسيحيين. ربنا أراد لنا النصر والعزة والكرامة، وإن شاء الله هنشوف من هذه المقاطع ما يسر العين ويبهج الصدور إن شاء الله. وانتظروا مني بإذن الله فيديوهات حصرية عند عم حسن بس من قلب الأحداث الفلسطينية على الصهاينة الملاعين إن شاء الله. انتظروا مني إن شاء الله فيديوهات حصرية. عايزكم تتابعوا كل ما يقدم على هذه الصفحة إن شاء الله في هذه الأيام، لأن إحنا إن شاء الله بإذن الله كل هدفنا إن نقضي على الصهاينة، على اليهود، وإسعاد العرب، سواء عسكريا زي ما احنا شايفين من اخواتنا في فلسطين، او رياضيا زي ما احنا شايفين من وحوشنا الاهلاويه على المستوى الرياضي ان شاء الله. شكرا لكم واسف جدا للاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.